اهلين، مرحبا بكم في قناتي قناة الاميرة. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون عبارة عن بطاطا رولي، وصفة جد رائعة تستحق التجربة وتوجد لكم يعني في اقل من نصف ساعة. باب المكونات اللي نحتاجهم من هذه البطاطا: عندي 3 حبات بطاطا متوسطين كنت قشرتهم بهذه الطريقة. هنا عندي فيونداشي كنت قليته مع حبة بصل وشوية ثوم شوية معدنوس، وزدت لهم توابل فلفل اسود وشوية ملح، قليتهم مليح ومن بعد زدت لهم حوالي نصف كاس تاع الماء. حنستعملو كحشو لهذه البطاطا. عندي هنا معدنوس مقطع، عندي كمية مليحة. التوابل اللي حنستعملها: عندي كمية قليلة من الكركم، فلفل اسود، ملح، وايضا كمية من الكزبر، كمية قليلة منهم شوي برك. هنا عندي نصف كيس خميرة كيميائية، والبيض عندي من 4 بيضات ولا 3 بيضات يعني على حسب واش نسحقو. ايضا عندي 2 مغارف كبار تاع الفارينة. في الاول راح نبدا نعطيها طعم هايل. بعد يعني كي حطيت مش راح يبان. نزيد لها ايضا المعدنوس اللي كنت قطعته والتوابل. قلت لكم كنت استعملت كميه قليله من الكركم، شويه فلفل اسود، شويه كزبر، ايضا كميه من الملح. ونزيدوا لهم نصف لكم. هذه وصفه جد سريعه، يعني حين تحضروها في وقت قياسي في اقل من نصف ساعه حتكون جاهزه. قلت لكم هذه الوصفه مليحه بزاف كي يكون عندكم يعني ضياف وتحبوا ديروا يعني شحال من طبق في وقت قصير. هذه من الاطباق السريعه ايضا اللذيذه اللي حتعجبكم وتعجب ضيوفكم. بالكم جربوها راح تحبوها بزاف، يعني وخاصه البطاطا حيكون الطعم تاعها هايل. نتوما باش تكسبوا الوقت تقدروا نتوما يعني تخدموا في هذه تخدموا يعني اولا هذه البطاطا قبل تحطوها في الفرن، ومن بعد باش تخدموا حشوه اللحم المفروم تاعكم، باش في الوقت اللي تكون طيب البطاطا يكون اللحم تاعنا مش حيدي وقت بزاف. ومن بعد كي طيبنا هذيك البطاطا بعد حين نستعملوا اللحم المفروم، يعني هكذا قلت لكم حين توجدوها في وقت. انا كنت جبت صينيه تاع الفرن، حطيت كميه من الزيت ومن بعد درتها بابي كويسون. لازم نديرو بابي كويسون هكذا باش تلصقليش هذيك البطاطا. يعني اذا ما توفرش عندكم تقدروا يعني تعوضوا بابي الومنيوم، صح تحطوا له يعني حتى اضافه، تحطوا له زيت، تحطوا كماره يعني اذا ما توفرش عندكم بابي كويسون.
يعني ما حنا نديرو باش ما تلصقناش هذيك البطاطا من بعدا. يعني هي حاطين كما البسكوي، راح نديرو الشكل تاعها كما البسكوي غولي، نفس تقريبا الطريقه. هذا بسكوي مالح. حاولوا انه البطاطا تطيبوها مليح يعني حتى تدي لون احمر في الفرن. قلت لكم في هذه الاثناء اللي تكون طيب نتوما حضروا حشوه اللحم المفروم، هكذا مش حتديو ابدا وقت وحتجيكم بزاف سريعه هذه الوصفه. ندخلها انا للفرن. هذا هو شكلها بعد ما طابت، راكم تشوفوا بزاف مشهيه. شوفوا اللون تاعها كيفاش راح يكون. تنشف لنا بعدا تولي عندنا بسكوي هذا الشكل، تكون بزاف خفيفه متكسرليش، يعني تقعد متماسكه مليحه. حصلها لكم شويه لانه فيها كميه من الخميره الكيميائيه وايضا كميه من البيض، يعني البيض راح يتنفخ بعدا. هذه الجهه السفليه اللي طابت عليها راح تكون هكذا هذا الشكل، يعني مش حتحمر كما اللي تكون في السطح. انا هنا كنت جبت طرشونه شمختها مليح من الماء ومن بعد حكمت عصرتها. يعني الطرشونه يعني فيها كميه من الماء بصح راني عصرتها مليح. بعد نجيب هذيك البطاطا ونحطها بهذا الشكل. راكم تشوفوا كاش ماهيش متكسره، يعني هزيتها بسهوله. ومن بعد نبدا ندور فيها بهذا الشكل باش من بعد كي نحشيها ما تكسرليش. تخليوها تريح شويه مش بزاف، هكذا تقعد حاكمه الشكل تاعها. طوى طبقه باش من بعد كي تدخلي للفرن راح يذوب، راح يخلي هذاك الفيونداش يكون متماسك هو في الوسط. صدقوني هذه الوصفه بزاف 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 بنينه، بزاف سهله وسريعه التحضير. خطواتها جد بسيطه. تقدروا نتوما في التقديم تقدموها مثلا مع ديروا صوص تاع شويه صوص هكذا تاع الدجاج، تصميو فيها هكذا شويه تاع الحمص، تقطعوا هذه البطاطا وتقدموها معها، ولا تقدر حتى تقدموها هكذا ناشفه ايضا حتجيب بزاف بنينه، والاختيار يبقى لكم. يذوب لكم، خليوها مده باش تقطعوها هكذا حتعطيكم نتيجه افضل، وهذاك الرولي يبقى متماسك. للتقديم ايضا قدموها يعني باي طريقه نتوما حبيتو. اذا عجبكم هذه الوصفه متنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، ايضا تشتركوا في القناه. الى اللقاء.